في سؤال ودنا نطرحه عليك، وهذا السؤال يشغل بال الكثيرين، وطرحناه على عدد من الفنانين، وبصفتك الفنان الأول في الخليج والجزيرة العربية فيهمنا رأيك بهذا السؤال. السؤال هو أن كثرت الأقاويل حول مستوى الأغنية الخليجية، وقالوا الناس أن الأغنية الخليجية أصبحت اليوم في تذبذب، يعني يوم تلقى مستواها طالع ويوم تلقى مستواها منخفض جدا. عللوا الناس سبب هذا التذبذب بتجارة الكاسيت، وقالوا أن تاجر الكاسيت وده يبيع أكبر عدد من شرائط الكاسيت لأي مطرب حتى لو ما كان صوته مقبول، على أساس أنها تجارة. فقالوا أن هذه التجارة أثرت تأثير كبير على الفن في منطقة الخليج. فما أدري شنو رأي الفنان محمد عبده في هذا الموضوع. بالنسبة لتجارة الكاسيت شأن أي مطبوعات، يعني كان بالنسبة للكاسيت فرض نفسه وألغى حاجات كثيرة مثل منها الأسطوانة في منطقتنا عموما. ولا نقدر نلقي اللوم على الإنتاج الفني من ناحية الكم، يعني من ناحية الإكثار في الإنتاج بالنسبة للكاسيت، لأنه كل فنان طبعا له ظروفه ويحتاج إلى مثلا عدد من الأغنيات اللي يقيم بها حياته الفنية والمعيشية. وهناك برضه في الإنتاج ما هو الغث الرخيص والجيد أيضا، هذا كله طالع في الكاسيت، يعني ممكن تحصل الجيد وممكن تحصل الرخيص. إنما تقييم الإنتاج هو المهم جدا، سواء كان في الكاسيت أو كان في التلفزيون أو كان في الإذاعة. وإذا تبغى تقيم الانتشار أو الرواج للكاسيت، فهو يعني ما يشكل بالنسبة للأغنية الجيدة غير 20%، والباقي من 80% إنتاج غير لائق، وفي نفس الوقت إنتاج يعني ما هو بالكفاءة الفنية المعينة. إذا توافق هذا الرأي اللي يكون الكاسيت وراء، إنما لا، يعني هو في الوقت نفسه بقول لك أنا هذه الظاهرة موجودة حتى من أيام الأسطوانات، يعني نجد بأنه كلمات ذات مستوى رديء جدا وصوت أردأ وعزف أردأ جدا، وتجد أنه يوزع ب80,000 نسخة أيام الأسطوانات، وبال90,000 وبال100,000 نسخة، بينما ما توزع الأغنية الجيدة إلا 20,000 أو 30,000. نفس الظاهرة دي انتقلت من الأسطوانة للكاسيت. إذن إحنا يعني المطلوب مننا الإدراك أو الوعي الفني بالنسبة للإذن، يعني ولا للشرائي. الفنان